السلام عليكم، عاملين ايه؟ اتطلب مني ان انا اعمل كاتشب بيتي يكون اقتصادي، وكمان طريقته سهلة، ويكون بنسبة كبيرة نفس الطعم اللي بنشتريه جاهز. بما انه سعره بقى عالي، يلا مع بعض نعمله ونوفر. بس قبل ما نعمله قررت قبل ما اعمله معاكم ابص كده على المكونات علشان اطلعه بنسبة مقربة جدا من الطعم بتاعه. أنا هنا عندي شركتين مختلفتين. أول عبوة مكتوبة عليها طبعا المكونات الأساسية هنا هتكون معجون طماطم، وده بيكون موجود عند الاتنين، الملح والسكر ونسبة الحموضة اللي هي الخل، وده موجود عند الاتنين، القرنفل والبصل البودر، وده موجود برضو عند الاتنين. وتقدروا تتأكدوا طبعا من المكونات عندكم. وكمان اللي هي النسبة الصلبة، وده ممكن ناخدها من النشا مع المية. لما نكتر شوية النشا، هكتر هنا شوية معاكم النشا. طبعا انا هعمل معاكم حر وبارد، وده بيكون شكله. طبعا عايزة اقول لكم الطعم مقارب جدا بنسبة 90%، مش هقول لكم 100%. وكمان تقدروا تتحكموا في لون الكاتشب. لو عايزينه غامق تقدروا تحطوا له لون غذائي كده، لون احمر. حطوا له نقطة كده او نقطتين وتقلبوا لحد ما توصلوا للون اللي انتوا عايزينه. ولو مش عايزين تضيفوا له اي لون خلوه طبيعي كده، بيبقى شكله حلو وطعمه كمان حلو. طبعا في الشركة اللي هي بتاع جاردينيو بيكون ضايفين له هنا بابريكا وقرفة وتوم باودر. في شركة دورة ما بيبقاش ضايفين له الثلاث مكونات دول. النهاردة هنعمله معاكم بشركة دورة او درة، هنعمله مع بعض بمكونات بسيطة. اول حاجة هنا انا جبت كوباية الا ربع من المية، وضفت لها 3 معالق كبار من النشا. قلبتهم كويس جدا، وبعدين ضفت لهم ربع معلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة من البصل البودر. قلبتهم كويس على نار متوسطة، ما تعلوش النار علشان ما يتحرقش منكم. وبعد كده قلبتهم لحد ما تكونوا معايا قطعة واحدة، وبقى بالشكل ده. هنسيبه بقى يبرد لحد ما يتكون عندنا لقطعة واحدة صلبة. بعد كده جيت بقى للطماطم، حطيت 4 معالق من معجون الطماطم او بيوريه الطماطم او الصلصة زي ما بتسموها عندكم، وضفت لها كوباية الا ربع من المية، وضفت لها معلقتين كبار من السكر، وتقدروا تزيدوا هنا السكر، وكمان معلقتين كبار من الخل. قلبتهم كويس وحطيتهم كده على نار متوسطة لحد ما الكمية بتاعتها قلت شوية، وكمان القوام بتاعها تقل كمان. سبتهم بقى هنا لحد ما بردوا تماما. وبعدين طبعا النشا زي ما انتوا شايفين بقى كتلة واحدة. هاخد منه بس كده معلقتين، مقدار معلقتين، مش هاخد كل الكمية. وكمان ضفت الصلصة كمان بعد ما بردت تقلت كمان شوية. والمعلقة المستردة دي معلقة صغيرة، ده اختياري. هي صراحة فتحت معايا اللون سنة عن اللي هو بنجيبه من شركة دورة. طبعا تقدروا لو عندكم لون غذائي تقدروا تضيفوا له نقطتين زي ما قلت لكم في اول الفيديو لو عايزينه احمر شويه. بس طبعا لو ما ضفتلوش المستردة ما كانش فتح معايا كده، بس انا حباه طبعا احط له المستردة دي، معلقه المستردة الصغيره دي من عندي، صراحه بتديله طعم حلو قوي. بعد كده بقى قسمتهم نصين، وضفت نص خليته بارد والنص التاني خليته حار. ضفت له نص معلقة كده صغيرة من الشطة، وقلبتهم كويس جدا، وخليت ده لوحده وده لوحده للي حابب ياكل بشطة. بعد كده بقى ضفتهم على البطاطس، وكان طعمها حلو جدا. بتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم، تشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفوا القناة، وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك. اترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.